السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 5/4 يوم الخميس، الساعة 3:30 إلى 5 الصبح العصر. كلنا امبارح شفنا بعض القنوات الفضائية ذاعت خبر عبارة عن بيان بيقولوا إنه على لسان عمر سليمان، والله أعلم هو على لسان عمر سليمان ولا على لسان مين. المهم هم بيقولوا إن عمر سليمان مش عايز يرشح نفسه وبيعتذر للشعب. بيعتذر للشعب، وخلي بالكم من كلمة بيعتذر للشعب، علشان بيعتذر للشعب دي هنحط تحتها 30 تريليون اكس، وهنتكلم في اخر الفيديو عن بيعتذر للشعب. المهم عمر سليمان مش عايز يكون رئيسنا، ده الواضح لينا دلوقتي، ده الواضح للمصريين او الواضح لمحبي عمر سليمان. حاجة تانية عايز اقولها قبل ما اتكلم في الموضوع بشكل مباشر. ناس كتير قوي من صحابي بيقولوا لي عمر سليمان راجل وقد كلمته، مش زي الاخوان المسلمين. صحابي بيقولوا لي عمر سليمان قال ان هو مش هينزل ومش عايز السلطه، ولغايه دلوقتي بتصرفاته اللي انا مش متاكد انها تصرفاته، زي البيانات اللي بتصدر والتصريحات اللي بتتقال اونلاين، بيقول لنا ان هو مش عايز السلطه. لكن الاخوان المسلمين مش قد كلمتهم، لانهم قالوا مش هننزل مرشح للرئاسه ونزلوا الشاطر. المهم هم قالوا كلام كتير ورجعوا فيه اساسا. ملناش فيه. الاخوان المسلمين هنعمل لهم فيديو ان شاء الله باذن الله لوحده غير متوقع. لكن اللي انا عايز اقوله دلوقتي، اصدقائي اللي بيقولوا لي عمر سليمان راجل وقد كلمته، اتفرجوا على الفيديو دوت لاخره. طبعا هو راجل وقد كلمته. عمر سليمان يا جماعه عارف ان الناس دي كلها اللي بتأيده اونلاين وفي اللايف على الفضائيات وفي الشارع، زي ما شفنا في الشارع الناس بتأيده العاديه، عمر سليمان برغم من كل دوت لغايه دلوقتي ما طلعش قال كلمتين. اللي انا عايز اقوله في الفيديو بقى ايه بقى؟ انتوا عارفيني مجنون. عمر سليمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لازم يكون رئيس مصر بالشكل الشرعي. ايه هو الشكل الشرعي؟ في واحد ممكن يقول لي انت مش شيخ. انا مش شيخ. انا مش شيخ. بس خدنا ايه من الشيوخ في نكسة 25 يناير؟ خدنا ايه من الشيوخ في نكسة جمعة الغضب؟ مفيش شيخ طلع يقول ازاي تسموها جمعة غضب. مفيش شيخ طلع في الفتنة وقال ازاي تخلوا الاسم بتاع الغضب دوت مقترن باسم الجمعة. ازاي؟ مفيش شيخ طلع قال الكلام ده. ومفيش شيخ نزل الميدان وقال لهم ابعدوا عن الميدان عشان في فتنة حصلت وفي مسلمين ماتوا وفي خيانة وفي مؤامرة. مفيش شيخ عمل كده. إذا رجال الدين الأعزاء اللي ما نزلوش وقالوا إن دي فتنة، شكرا، ريحوا، مش وقتكم ده. في واحد ممكن يقول لي أنت بتهاجم رجال الدين. لا يا هيثم، مش بهاجم رجال الدين. رجال الدين اللي ده وقتهم، اللي أنا ممكن أرشح واحد منهم الشيخ محمد سعيد رسلان مثلا. يا ترى ليه مش عايز يبقى الرئيس؟ في ناس كتير قوي بيجروا ورا الناس اللي بيدعوا ان هم رجال دين وعلشان عندهم خلفيه تلفزيونيه فضائيه بيقولوا فيها كلام في الفضائيات. من حقكم تجروا وراهم على اساس ان هم رجال الدين المنشودين بالنسبه لكم. من حقكم. ليه الشيخ محمد سعيد رسلان ما رشحش نفسه؟ ليه الشيخ ابو اسحاق الحويني ما رشحش نفسه؟ ما دام انتوا عايزين رجل دين. محمد حسان، انتوا اللي بتأيدوا فلان وفلان وفلان اللي بيقولوا على نفسهم ان هم رجال دين. ليه ما جبتوش الاعلم منهم في الدين؟ ليه؟ علشان هم مش عايزين. طب والاقل علما في الدين عايزين؟ انا مش عايزهم. مش هنتقدهم لان انا اقدر انتقدهم. انا اقدر اعمل لكم 10 ساعات نقد ليهم، بس مش وقته علشان ما فيش وقت. المهم الناس اللي بتقول ان اللي بيحبوا عمر سليمان بيألهوه، الظاهر ان هم ما بيفهموش. لان كل فيديوهاتنا بنقول فيها عمر سليمان عبد عند رب العالمين. بنقول فيها ان عمر سليمان اذا مات مصر هتفضل عايشه. بنقول فيها ان عمر سليمان اذا مش موجود مصر هتبقى موجوده لغايه يوم الدين. عمر سليمان عبد عند رب العالمين، لكن احنا شايفينه اصلح عبد لاداره البلاد دلوقتي. انت بقى تختلف معانا زي ما انت عايز، من حقك تختلف. المهم عمر سليمان بيقول، انا ما شفتوش بيقول، علشان كده هتعامل معاكم من المنطلق ده. كل الناس دلوقتي بيقولوا ان عمر سليمان عمره ما هيرجع في كلمته.
صحابي من مؤيدين عمر سليمان ومن مؤيدين احمد شفيق والعاديين ومن اهلي ومن الجيران بيقولوا لي عمر سليمان مش هيرجع في كلمته، وعمر سليمان قد كلمته. فعلا عمر سليمان مش هيرجع في كلمته، وانا مش عايزه يرجع في كلمته، لانه لو رجع في كلمته مش هحبه. لو عمر سليمان رجع في كلمته مش هحبه خالص. ليه؟ لاني بحب كيان، بحب بني ادم عنده كيان، عنده فلسفه ومبادئ بيندرجوا تحت طاعه رب العالمين. عندي حسن ظن في الله ان دوت يكون عمر سليمان من خلال تصرفاته اللي شفتها. المهم، في واحد ممكن يقول لي خلاص بقى ما دام هو لو رجع في كلمته انت مش هتحبه، هتعمل ايه وهتقول لنا ايه؟ هوريكوا كلمته اللي لو رجع فيها هبطل احبه. كلنا شفنا عمر سليمان وهو بيحلف اليمين الدستوريه. طب يا ترى هو كان بيقسم على ايه؟ هو عمر سليمان كان بيقسم على ايه؟ الظاهر ان عمر سليمان ممكن يكون نسي هو اقسم على ايه قدام رب العالمين وقدام الشعب. ممكن يكون نسي بسبب المشاكل والبلاوي والقرف اللي حصل في البلد، ممكن يكون نسي. بس انا حابب افكر عم عمر باليمين اللي حلفه. تعالوا نبص كده. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. شفنا عمر سليمان حلف على ايه؟ عمر سليمان حلف انه يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. انا عارف ان عمر سليمان راجل وقد كلمته، ومعذرة يا اصدقائي اللي بتقولوا لي ان عمر سليمان ما ينفعش يعلن ترشحه علشان كده هيبقى رجع في كلمته. عايز اقول لكم لا، ده لو عمر سليمان ما رشحش نفسه يبقى رجع في كلمته، كلمته اللي قالها للشعب قدام رب العالمين، اليمين اللي حلف عليه لينا قدام رب العالمين. ربنا شاهد عليك وانت بتحلف انك هترعى مصالح الشعب رعاية كاملة. انت شايف بقى ان الوضع اللي احنا فيه خلاص؟ لا لا. طيب نبص على باقي القسم اللي اقسمه عمر سليمان. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بصوا، شفتوا عمر سليمان باقي القسم اللي اقسمته؟ انا بكلمك انت بقى يا عم عمر، كلامك مش كلامي. انت اقسمت بالله انك تحافظ على استقلال الوطن. انت اللي اقسمت بالله مش انا. ما هو لو كنت انا طلعت اتكلمت. فانا عايزك دلوقتي تعمل حاجه مهمه جدا. زي ما احنا شفناك وانت بتحلف في اليمين وبتقسم قدام رب العالمين انك هتدافع عن البلد وانك هترعى مصالح الشعب، تطلع تاني تقول لنا حاجه واحده بس ملهاش تاني، انك اعلنت انك ترشح نفسك. الشعب شايف ان هو ده الوقت اللي من خلاله ان شاء الله رب العالمين هتنفذ وعودك اللي قلتها لنا جوه القسم بتاعك. انت اقسمت قسم لرب العالمين وقلت لنا فيها وعود انك هترعى مصالح الشعب. جميل، خلاص بقى ده الوقت اللي انت تبقى فيه الرجل الاول. انت عشت سنين طويله الرجل الثاني، وده مش مكانك انك تعيش الرجل الثاني السنين الطويله دي. واحنا قلنا ماشي، ده قدر رب العالمين جابه واحنا راضيين بالقدر، لكن انت مكانك مش الرجل الثاني. هي دي اللحظه اللي انت تعيش فيها الرجل الاول ان شاء الله. ارجع تاني لليمين، هتعرف انك ملتزم قدام رب العالمين وقدام المصريين بكلامك. ترعى مصالح الشعب رعايه كامله. يلا ارعى مصالحنا.
يلا ارعى مصالحنا واطلع قول للناس على الاسرار الحقيقيه. يلا يلا يلا. الناس المساكين اللي عايزه تسمعك وتشوفك وانت بتتكلم وانت بتقول لهم يا جماعه حصل 1 2 3 وخلاص. ما هو انت حياتك هتنهيها هنا. مش انت عايز تعيش مع اولادك واحفادك لما احفادك يكبروا ان شاء الله، انت باذن الله باذن الله باذن الله تعيش لغايه يبقى عندك 130 سنه ان شاء الله. احفادك وهم كبار ويتفرجوا على الفيديو دوت باذن الله، لاني هخليهم يتفرجوا على الفيديو دوت بالعافيه ان شاء الله. هنشره في كل حته اونلاين وهيتفرجوا عليه. هتقول ايه لاحفادك لما يقولوا لك انت حلفت يا جد قدام رب العالمين انك هترعى مصالح الشعب رعايه كامله، والشعب ما كانش شايف انك كده انت انجزت مهمتك ورعايتك الكامله للشعب. هتقول ايه لاحفادك؟ الموضوع منتهي. الموضوع منتهي ان شاء الله رب العالمين. النهارده الخميس 5/4، بكره 6/4 ان شاء الله رب العالمين. فاضل يومين لغايه يوم السبت 7/4. يوم السبت باذن الله لازم تقول لنا انك هتوفي باليمين اللي حلفته. حتى اذا ده ما حصلش برضه انت مش عارف احنا ممكن نعمل ايه. مع السلامه.